السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات تعلم المفصل والخياطه. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نخدموا جلابه ايفازي، غادي نخدموها في الباترون، وغنحاول انني نوضح لكم مزيان كيفاش كنخدموها وكيفاش كنصوبوها. نتمنى انكم تفهموا، ولا ما فهمتوش شي حاجه خليو لي الاسئله ديالكم في التعليقات وان شاء الله غادي نرد عليها. ومن بعد في فيديوهات اخرى دابا نطبقوا في التوب وغادي نوريكم كيفاش كنفصلوها في التوب. ولكن المهم تفهموا دابا هادشي اللي غادي ندير في هاد الباترو هذا، تفهموا كيفاش غادي نخدم. انا درتها لكم هنايا غير باش نشرح لكم مزيان ويكون واضح داكشي اللي غادي نكتب ونرسم على الوراق، على هاد الورقه هادي، يكون واضح وباين وتقدروا انكم تفهموا مزيان. بالنسبه للقياسات اللي غادي نستخدم، غادي ندير في الكتاف 38، وفي الربع ديال الصدر 26، وفي الربع ديال الحزام 23، والربع ديال الحوض 28، وخط الحزام 38، والطول 140، والكمام 58. هذه هي القياسات اللي غادي نخدم بها. سجلوها عندكم باش تبقاو شادين معايا في الخط وفاهمين شنو غادي ندير. اول حاجه في العادي فاش كنبغيو نخدمو الطول هو الاول، ولكن انا دابا غير غنوريكم نبداو بالكورساج هو الاول. اذا اول حاجه غادي نديرو، حنا عندنا في الربع ديال الصدر عندنا 26، ديك 26 غنزيدو عليها 1 سنتيم. شوفي مثلا انت الا عندك في الربع ديال الصدر مثلا 25 تزيدي عليها سنتيم واحد تولي 26. عندك مثلا 23 تزيدي عليها سنتيم واحد تولي 24. انا عندي الربع ديال الصدر فيها 26 نزيد عليها سنتيم تولي 27. هانت شوفوا معايا غادي نخدمها هكايا من هنا، وغادي نعلم على هاد 27 هادي مزيان. غادي نولي من هنا عاوتاني ناخذها هكا بالطول، وغادي ناخذ الربع ديال الصدر نيشان، ما غنزيد عليه حتى شي حاجه. ملي غناخذها هكا ناخذ الربع ديال الصدر نيشان، ما نزيد عليه والو. انا عندي 26 غادي ندير 26، هاي 26 هنا تمنى يكون باين مزيان. اذا خديت من هنا لهنا، خديت الربع ديال الصدر وزدت عليه 1 سنتيم، ومن هنا لهنا درت غير الربع ديال الصدر، ما زدت عليه حتى شي حاجه. داكشي اللي عندك داكشي اللي غادي ديرو. نولي نقاد ناخذ 27 بهذا الشكل هذا. غنجيب المسطره ديالي وغادي ندير خط هكا وخط هذا. هذا هو الجزء الاهم في الجلابه. الا فهمتوه راه الباقي كله غادي يجيكم سهل. الا فهمتوا هذا المربع هذا اللي غادي نخدمو هنايا، الا فهمتوا الخدمه اللي غادي نديرو هنايا، كلشي غادي يجيكم سهل. كنجيو كنديرو هنايا كنديرو 9 سنتيم 9 سنتيم ثابته لكلشي. الكبار بطبيعه الحال الكبار كلهم كناخذوا لهم 9 سنتيم. هذا الظهر دابا كنخدمو حنايا الظهر، هذا اللي كنخدمو لحقاش الظهر خدمته بوحده والامام خدمته بوحديتها. بالنسبه للثوب راه الثوب كيكون على جوج، كيكون مطوي على جوج. اذا كناخذوا 9 سنتيم. بالنسبه للثوب دابا نوليو نطبقوا الثوب. المهم تفهموا دابا شنو درت وشنو كندير، وبالطبيعه دابا نوليو نطبق معكم في الثوب. اذا غادي ناخذوا 9 سنتيم. 9 سنتيم كما قلت لكم ثابته، ما كتبدل ما كتغير ما والو. وكناخذوا من هنايا 2 سنتيم كذلك حتى هي راها ثابته ما كتبدل ما والو. اذا من هنا لهنا 9 وعندنا من هنا لهنا 2، وغادي نجيو بهذا الشكل هذا ونلقيو المابا ديالهم بالتقدير هادي هاكا بهذا الشكل. غناخدو دابا عندنا غادي ناخدو الكتاف. عندنا الكتاف ديالنا 38. ديك 38 غادي نقسموها على جوج، غادي تعطينا 19. انا عندي دابا في الكتاف 38 نقسمها على جوج تعطيني 19. غنزيد عليها 1 سنتيم تعطيني 20. انت مثلا الا عندك 40 في الكتاف تقسميها على جوج تعطيك 20، تزيدي عليها واحد غادي تعطيك 21، غتحطي 21. داكشي اللي عندك داكشي اللي تخدمي به. يا انا عندي كما قلت لكم 38 على جوج هي 19، نزيدو عليها واحد هي 20. ها 20 هنا وناخذ حتى 20 من هنايا.
الشكل، ونلقيهم مع بعضياتهم. هاد جوج نقطات اللي عندنا نلقاوهم مع بعضياتهم بالشكل هذا. غنولي عاوتاني ناخد 3 سنتيم. هاد 3 سنتيم ثابته ما كتبدلش، هادي قاعده. كنهبط ب3 سنتيم ما كتبدلش، 3 سنتيم. هيا هنايا 3 سنتيم ثابته ما كنبدلوها ما والو. كنجيو هاد المسافه اللي بقات عادي 3 سنتيم كنخليوها ما كنحسبوهاش. كنجيو هاد المسافه هادي اللي بقات وغنقسموها على جوج بهذا الشكل هذا، كنعلمو بهاد الطريقه هادي هكا. وغادي نجيو هنا وغادي نخليو 1 سنتيم. هاو هانتوما شوفوا لداخل هكا كنحط السنتيم وغادي نحسبو 1 سنتيم هنا قابل مع هاد النص هذا كنخليو 1 سنتيم. شو كنجيو نديرو دابا هنا عندنا فين خلينا 9 هنا، غادي نديروها خط مع هاد 3 9 و 3 نديرو لهم خط بهذا الشكل هذا. نتوما بهذه الطريقه هذه. ونجيو عاوتاني من هاد 3 لهنايا ديرو عاوتاني خط بهذا الشكل هذا. هكايا. نتمنى يكون واضح. اذا ما كانش واضح خليو لي اسئله ديالكم في التعليقات نولي نشرح لكم. صافي شنو كنجيو دابا نديرو اخر حاجه؟ كنجيو لهنايا هنا وخصنا نجيبوها هكا مايله مع هذه اللي هنا، بشويه خدموها حتى تطلق يديكم مليح بالطريقه هذه. بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا كنجيبوها مايله من هنا كندوروها بهذا الشكل. جايني معذبه مع التصوير، جاتني معذبه ما عطينيش الضوء. المهم كنخدموها بهذا الشكل هذا كندوروها كنجيبوها هي مدوره. اذا هذا هو الجزء الاول، هذا اصعب جزء في الخدمه. الا فهمتوا هذا الجزء الباقي كله غادي يجيكم سهل. بعجاله من هنا لهنا كنديروا الربع كنزيدوا عليه 1 سنتيم، ومن هنا لهنا كنديروا الكتاف كنقسموهم على جوج وكنزيدوا عليهم 1 سنتيم. من هنا لهنا كنديروا 9 نحطوكم شي باش يبان. من هنا لهنا كنديروا 9 ومن هنا لهنا كنديروا جوج. كنديروا تقويره ما بين هاد الجوج هادي اللي درنا هنا وما بين 9 وكنهبطوا من الكتاف كنهبطوا 3 سنتيم وكنجيبوها في خط مستقيم. عشان هاد المسافه هذه اللي بقات كنقسموها على جوج وفي المنتصف كندخلوا بواحد وكنجيبوا خط مستقيم لهاد الواحد هذا اللي دخلنا به وكنديروا التقويره لهنايا. فين عندنا هنايا الربع ديال الصدر زائد واحد. دابا شنو غادي نديرو؟ دابا بالنسبه للجزء الثاني شنو كنديرو فيه؟ كناخذوا خط الحزام على حساب خط الحزام ديالنا اللي عندنا. كنشوفوا شحال انا عندي هنايا، عندي 38. اذا غادي ناخذ 38. ها هو نعلمو 38 نيشان ما كنزيدو عليه حتى شي حاجه. خط الحزام ديالنا نيشان كنزيدو عليه والو. اذا 38 وكناخذوا عاوتاني الربع ديال الحزام. حنا عندنا ربع الحزام هنايا 23. اذا غادي نحسب الربع الحزام ديالي. شوفوا شحال عندي. انا عندي ربع الحزام 23 غادي نزيد عليه 1 سنتيم غادي يولي 24 بهذا الشكل هذا. اذا غناخذ 24 بهذا الشكل ونعلمها هنايا بهذا الشكل. اذا خديت من هنا لهنا خط الحزام ما زدت عليه والو
وخديت من هنا لهنا، عفوا خديت من هنا لهنا، خديت الربع ديال الحزام وستالي 1 سنتيم. كنجي بحال في هاد البلاصه هادي هكا، غادي نجي وغادي ندير خط من هنا لهنا بهذا الشكل. نيشان بهذا الشكل هذا، شفتوا بهذه الطريقه هذه، يعني ساهل. كيف كنجيو للجلايل ديالنا تحت كاع الاخر ديال الثوب، الجلايل ديال الثوب، لحقاش حنا حسبنا الطول ديالنا 1.40 متر، اذا ديك 1.40 متر اللي عندنا في الاخر، وغادي ناخذوا 43 سنتيم باش غنديروا ليفازي. كندير ليفازي غير 43 وحينا غير 42. علاش؟ باش ما كيجيوش الجلايل واسعين بزاف وكيعكلوك ملي كتكوني كتمشي. اذا غادي ناخذوا 43. شنو كنعلموها هكايا بهذا الشكل هذا، كنعلموا 43 ديالنا. كنا نديروا خط ايضا بهذا الشكل، ونعلموا هنايا 43. دابا شنو غنديروا؟ شو من هنايا، من هنا من الربع ديال المحزم غادي نهبطوا خط مستقيم ونمشيو حتى لديك 43 اللي عندنا. انا راه ما عنديش كي ندير نصورها لكم كامله بالتليفون، ما عطانيش الطول، ما عنديش كي ندير. اذا هانتوما شوفوا معايا، هذه راه المحزم، هانتوما هنا ها هو الربع ديال المحزم ديالنا بالشكل. غادي ناخذ خط مستقيم حتى لديك 43 اللي درنا في الجلايل بهذا الشكل. هانتوما خط مستقيم نيشان غنهبط. لكم شفتوا حتى لديك 43 اللي درنا هنايا، قدوها، قدو الخط ديالنا بهذا الشكل هذا. وكنجيو هنا كنطلعو ب2 سنتيم هكا. هاد المسافه هذه اللي عندنا هنا غنقسموها على 2 باش كيبان. اذا قلت لكم هنايا غادي نطلعو ب2 سنتيم، صفر كيبان هنايا. اذا غادي نطلعو ب2 سنتيم وغادي نجيو هاد المسافه هذه وغادي نقسموها على 2 بهذا الشكل هذا هكذايا. وغادي نقوروها هذه هكا بهذا الشكل، ني خفيفه، تقوره خفيفه، شي حاجه خفيفه بهذا الشكل هذا، بشكل خفيف بهذه الطريقه هذه. بقينا اخر حاجه كنشوفوا الحوض ديالنا واش هو هذاك ولا لا. كنجيو من هنا من الربع ديال هذا، من الربع ديال الحزام، الربع ديال الحزام كنهبطوا ب25، نعلمو بهذا الشكل وكنحسبوا هاد المسافه هذه شحال فيها. خصنا نلقاوها اكثر من هذا، من الربع ديال الحوض اللي عندنا. الا لقيناها قل ديك الساعه شنو كنديروا؟ كنجيو هنا وكنزيدوا نميلوا الخط ديالنا بهذا الشكل هذا، كنوسعوه، كنزيدوا نميلوه باش تكون داخله في ديك. بحال دابا انا عندي 28، خصني على الاقل نلقى 29 على الاقل، يعني الربع ديال الحوض زائد 1 نلقى على الاقل 29.
عندك مثلا 30 تلقاي على الاقل 31 وهكذا. ما لقيتيش كما قلت لك كتولي كديري خط اخر. انا نوريكم، نجيب لنا اخر. لقيتي هذه المسافه هذه قل من داكشي اللي عندك، كتجي هنايا كتكحزي الخط شويه، كنبداو من نص النقطه ونوصليو في نص النقطه، لكن فقط ان حنا كنكحزوها شويه بهذا الشكل هذا كما كتشوفي. بهذا الشكل هذا راه بدينا من نفس النقطه، القياس ديالنا العبار ديالنا راه ما كيتبدلش، ما كنبدلوش العبار، فقط غير كنكحزو شويه الخط ديالنا، كنكحزوه شويه باش يعطينا المسافه وتكبر لنا. ديك الساعه هاد المسافه هذه كتكبر. نتمنى انه يكون مفهوم وتكونوا فهمتوا هذا الظهر، فهمتوا الطريقه اللي كنخدموا بها الظهر. الا ما فهمتوش اي حاجه خليوا لي في التعليقات وقولوا لي شنو ما فهمتوش، وان شاء الله ندير فيديو نرد عليكم ونشرح لكم اي حاجه ما فهمتوهاش.